السلام عليكم، وغنبدا معكم باول وصفه من شهر رمضان ان شاء الله. لا يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه ان شاء الله. واليوم نشارك معكم هاد الورقه ديال البسطيله. الطريقه ديالها سهله بزاف، سهله وسريعه، كيجيو رائعين بزاف. انا وجدت بهم هاد لي سيجار، جات مقرمشه لذيذه بزاف. ونبداو في المقادير والطريقه. وفي خلاط كهربائي كناخذ 2 كيسان ديال الدقيق اللي هي 300 غرام، ومن بعد غنضيفو نص معلقه صغيره ديال الملحه، واحد معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، ونضيفو 2 كيسان ونص ديال الماء. وغنطحنوا هاد المكونات مزيان مزيان. ومن بعد كنضيفوهم هيدا في الصفايه باش كنصفيو الخليط. ضروري خاصنا نصفيوه، وكنحاولوا نصفيو الخليط ديالنا مزيان على الطريقه هذه. والخليط اللي خاصنا نتحصلوا عليه خصو يكون خفيف كيف كتشوفوا، بحال الخليط ديال الكريب. وهنايا كناخذوا طنجره اولا مقلاه اللي تكون غارقه شويه، كنعملوا فيها الماء وكنخليوها حتى كيغلي، وكنحطوا فيه المقله ديالنا نخليوها تدفى شويه، وكنبداو نطيبوا فيها مباشره. فكناخدو المقله ديالنا وكنعملو فيها واحد الكميه ديال الخليط كيف كتشوفوا، وكنحاولوا نغوزوه في المقله كامله كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. ومن بعد هذاك الزوائد اللي كيبقاو داك الخليط ضروري كنحيدوه، لان الطبقه ديالنا ديال العجين اللي خصنا نخليو في المقله خصها تجي رقيقه بزاف، هيدا باش تجينا هيدا الورقه ديالنا خفيفه ورقيقه. وهنايا مباشره كنحطو على ديك المقله اولا ديك الطنجره اللي عندي فيه الماء غليان، وكنخليوها طيب كيف كتشوفوا. غير كنشوفوها شدات في راسها وما بقاتش عجينه، كنحيدوها بكل سهوله كيف كتشوفوا. الطريقه ديالها سهله بزاف ودغيا دغيا كتوجد. هنا بغيت نوريكم واحد الحاجه، هي قبل ما نجيو نهزوها هيدا بيدنا ونحيدوها، كنغوزو شويه على الجناب هيدا بسباتولا ولا باي حاجه، هيدا باش نقدروا نشبروها بيدنا. وهنايا كيف كتشوفوا كتزول بكل سهوله. هنايا كنجيبو اي حاجه وكنعملو فيها شويه ديال الزيت النباتيه، وكنقيو بها المقله ديالنا كامله كيف كتشوفوا. كنحاولوا نحيدو هذوك الزوائد اللي كيبقاو في المقله كامله، وكنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنساليو كميه كامله. ومن بعد ما كنساليوهم كندهنوهم بالزيت النباتيه كاملين، وكنحطوهم هيدا فوق بعضهم باش كيدا كيتشربوا الزيت مزيان مع بعضهم وكيبقاو لنا رطبين. هنايا ممكن نحتفظوا بهذه الورقه في المجمد مده ديال يومين حتى 3 ايام، ولكن من الاحسن نصيحه انكم طيبوها فحال اليوم، وتوجدوا بها ديك الساعه اللي بغيتو في داك النهار. هنايا بعد ما سالينا الكميه ديالنا كامله كيف كتشوفوا، غنغطيها بلاستيك غذائي ونخليها جانبا. ونوجد معكم الحشوه ديال لي سيجار اللي كتجي رائعه بزاف. فاول حاجه غنوجدوا في هاد لي سيجار غنحتاجوا الشعريه الصينيه. خذوا اي نوع عندكم. هنايا خديت واحد طريف وضفت عليه الماء يكون غليان مزيان. نغطيوها ونخليوها جانبا. هنايا غناخذوا واحد المقله نعملوا فيها زيت النباتيه وبصله مقطعه هيدا مكعبات صغارين. وهنايا ضفت 2 فصوص ديال الثوم، وغنضيفو هنايا الشامبينيون اللي هو الفطر. ممكن نضيفو الفطر المعلب، ممكن نضيفوه ماشي مشكل. هنايا غنضيف واحد الكميه، وغنضيفو هاد التوابل. كنضيفو الملح، فلفل اسود، وشويه ديال الثوم بودره والكركم وسكينجبير. كنضيفو هاد المكونات كاملين بهاد الطريقه هادي. وغنضيفو شويه ديال القزبور اولا معدنوس اللي عندكم. نضيفو الكفته اللي هي اللحم المفروم. هي الكفته راه دغيا كطيب، غير كنبقاو نحركوها بشويه بشويه وكنحاولوا نفرتتوها ما نخليوهاش هذاك يعني مكموله صافي. من بعد هنايا ما كتشحر لي مزيان، غضفت هنايا شويه ديال صلصه الصوجا، واحد المعلقه كبيره. ممكن تستغنوا عليها الا ما كانتش متوفره، اما هي راه كتعطي واحد المذاق رائع هاد لي سيجار. بعد غنرجع هنايا نشعل الصينيه ديالي من بعد ما يعني كتكون طابت مزيان في داك الماء غليان. نصفيها من هذاك الماء، وانا كنحاول نقطعها هيدا قطع يكونوا صغارين بالمقاس. ومن بعد غنضيفوها على ديك الحشوه وكنشحروها غير واحد جوج دقائق صافي. كنحيدوها مباشره وكنخليو الحشوه ديالنا حتى كتبرد. عاد ديك الساعه كنعمرو به لي سيجار ديالنا. وهنايا كناخدو الورقه ديالنا ديال البسطيله اللي وجدنا، غنحطوها بهذا الشكل هذا. وناخدو الحشوه ديالنا ونعملو واحد الكميه هيدا في الوسط ونجمعوا الجوانب. وهنايا كنبداو نروليو بهذه الطريقه هذه. وهادو هما لي سيجار ديالي. من بعد ما ساليتهم كاملين كنعملهم هيدا في صينيه ديال الفران، كندهنوهم صفار ديال البيض اولا الزبده. وهنايا كندخلوهم الفران نخليوهم يطيبوا حتى كيتحمروا مزيان. هنايا بعد ما طابوا كيف كتشوفوا كيجيو محمرين ومقرمشين. هاد الورقه هادي رائعه بزاف، انا عجبتني بزاف. هيدا لي سيجار او البريوات او البسطيله حتى هي راه كتجي رائعه بزاف. ضروري تجربوها، اكيد غتعجبكم. ونتمنى الفيديو يكون على الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي لايك واشتراك، ونتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.